السلام عليكم. لو أول مرة تشوفني أنا كريم. باختصار كده القناة دي فتحتها عشان أنا أستفيد وأنت تستفيد معايا برضه. الخلاصة يعني أنا هستفيد من خلال البحث عن تفاصيل أي موضوع أكون عايز أتكلم عنه، ومن ناحيتكم فأنتوا هتستفيدوا من خلال نقل المعلومات من خلال فيديوهاتي ليكم. المهم عشان مطولش عليكم في المقدمة أكتر من كده، موضوعنا النهاردة عن السندات الدولارية. السندات الدولارية هي أدوات دين بتبقى صادرة عن أي حكومة أو دولة معينة بقيمة معينة والفترة زمنية معينة برضه، والدول بتستخدم النظام ده عشان يلم فلوس من المستثمرين الدوليين، يعني المستثمرين اللي بيجوا من دول مختلفة. فموضوع السندات الدولارية ده هو شكل من أشكال التمويل الخارجي للدول، بحيث إن بيتم بيع السندات للمستثمرين الأجانب بالدولار الأمريكي، وأمريكا هي أكبر مصدر للسندات الدولارية في العالم. والسندات الدولارية تعتبر استثمار آمن نسبيا للمستثمرين، بحيث إنها بتقدم عائد ثابتة ومضمونة وفقا للشروط المتفق عليها في السند. بعد كده في نهاية الفترة الزمنية المتفق عليها بيتم سداد القيمة الأصلية للسند بالفوائد المتفق عليها بين أي دولة والتانية، وبتختلف فترة تسديد السندات، ممكن تبقى لشهور أو سنين. والسندات الدولارية هي من أكثر الأسواق اللي سوقها شغال كويس على المستوى العالمي. وفائدة السندات دي إن ليها دور مهم في تمويل الحكومات والمؤسسات الدولية وتوفير التمويل للمشاريع الكبيرة زي مشاريع البنية التحتية أو أي مشاريع تانية. طب السؤال هنا، هل في مخاطر مرتبطة بالاستثمار في السندات الدولارية؟ للأسف أيوة في مخاطر، وأول خطر معانا هو خطر الفائض في التضخم. لو زادت معدلات التضخم بشكل كبير في الدولة المصدرة للسندات فده ممكن يؤدي لتخفيض قوة شراء الفايدة المدفوعة على السندات. يعني مثلا كأني أنا أمريكا وأنت مصر، وليت أديتك سندات بقيمة 1000 جنيه مثلا، وقلت لك هترد لي ال1000 جنيه دي بعد شهر، بس هيبقى على ال1000 جنيه دي فوائد 10%. يبقى بعد شهر هتردها لي بكام؟ بالظبط كده 1100 جنيه. طب لو حصل عندي أنا أمريكا تضخم قبل الميعاد اللي هترد لي فيه قيمة السندات بفوائدها 10%، أهو ساعتها بقى 1100 جنيه اللي هتردهم لي هيبقى قيمتهم كام؟ 1000 جنيه بس. وبكده هبقى مستفدتش أي حاجة من الفايدة اللي أنا خدتها منك على ال1000 جنيه اللي هي القيمة الأصلية بتاعت السندات اللي أنا سلفتها لك. خلصنا من أول خطر، نروح لتاني نوع خطر وهو خطر سعر الصرف. يعني اللي حصل اختلاف في سعر الصرف، مثلا زي الموضوع اللي حاصل بين البنوك المصرية حاليا والسوق السوداء، في اختلاف سعر صرف. في السوق السوداء الدولار ب70 جنيه والدولار في البنوك ب30 جنيه، فرق شاسع، فده اسمه اختلاف سعر الصرف. بس فعشان كده لازم المستثمرين يهتموا بتقييم المخاطر كويس، ولازم برضو ياخدوا رأي مستشارين الاستثمار المالي قبل ما ياخدوا أي قرار. استنوني الفيديو الجاي في موضوع أهم. السلام عليكم.